عيبو زقربلنا مدب قال فتصاميت إمباسي إيرترا ويزرو ويني جرزجهير زخبركم تقمات أوريادن كبابيان قدم سسان سلستن عمت اتا امن كرنعك السنا نمسر سوساني نناصنتن حرنتن زخونت فالميت تيت بجيجنا حامد إدريس عواته تتوكيسا إذا حدا معرف ناي سلاماوي بوليتيكاوي قالسي مدرخ عطيا حدش ناي عدقاو قالسي مدرخ زخفتت علت دحر كبيدن مريرن مستنكر صنعاتن تصوارنتن توفاينتن مسواعتن زحاتت 30 عامتات مرير قالسي نعسران 4 قنبوت شحنش عتميتن 91 وليدا حزب إيرترا نتا أب حدا مسكرم شحنش عتميتن 61 بسوء حامد إدريس عواتس تتوكوست مجمار برتا وقالسي زبسرت فالميت تقيت نتب مجزات إثيوبيا قبل علي أزورد زنبرة قفعن أدرعن كتمة التجبر نحوي بحوي التملس نتبه مغيرو زخونة علت حنقوفاي بمبال أبزوريا عسيلو كاب كل كرنعات إيرترا كاب كلن بهيرات نابقدلي بموحاز سورقو أسويدو مجمار عدك أو غالسي من صرور زأتوالو تسألائي نسورة إيرترا أب إقر تخلو نمغتاي أب صعوق وتهدراو وفرتات أب رئيس مسمادو حزبي رعيدو نسورقو كم حب نخقطب عدتات مقصال سلاماو حزبي بالماما مغزاف نتريد كي ترفه بجاملة مرشراش تتحاحيزو تبراريت سرعتات إثيوبيا عسان مقتال ماي منصاف زبل سرة امنت حيزوم اما ايت عدتات اباديموم عسرتتات اشحات تنفاس احليفوم انتخوني بنصار تصبيتوم حزبي مسورقو زنبرو متأسسار بزيادة 5 حيل يغيرو زخبركمن ابتمكرو برتاو قدلنا بسنكي قوي مريحنتن زي قنوع بوليتيكاو مسمرن زتخفله كخفل زي قبؤو سبعاون نواتاون سنا امراون كسارا أكال تاريخ ناس لزخونه خنذكرو قبؤيو دحر زمرير تمكرو خاء حزب إيرترا نتستسلف اللعلامة كون كجبر ناصنت كمص زخئل وفوي نعلامو زخونه ودب حزباو جنبار حرنت إيرترا ونينو حزباو جنبار فرنايتي هوت ألاف نصحات دك حزبي زحاتته فرمرير قالسي حزب إيرترايو كاب اقر تخلو حفاش ينقاحي ودبي تعاتق زبل جروح العيلوس تبقس حزباو جنبار حزبي وديبو برت رايزي كونه بوليتيكاو نقحات عتيقو اب حدا امور هاجراو مسمر كم زسلفو تاريخ زسندون وصيتاونتو ابايتاس ترغاغصن كوننتيو حزباو جنبار حزبو زعند حقوقو تحت هاجراوي التحساسوا زقبره تركتا لبو بحبار زهرم تقاليسو زقالس تبيعو زتبع نمسواتي دحر زيبل حيال سراويت ناصنت كهانز زخاله سالات نصور بوليتيكاو مسمرون وفوي مريحنتون مخانو كينو حقنتو انحبنلو تاريخنايو سلازخونه حزباو سراويت حرنت إيرترا نتبل على حيالان زعطقه اب صليم افريقيا زعابه سراويت مغزات إثيوبيا حدا نعسرتن لعليون قطيمو بنقحاتن توفاينتن سعيرو حزب إيرترا ناي زمنات حررتو ناصنت اب 24 قنبوت 1991 حياو كوينا زخبركم تساتفت زبعل منقست إيرترا نتخال أي معرف قدلي مالت محبراو فتحيس ترقاقت الله معبلتي لأولاونتان قزاتا وحدنتان عقيبا
مسقربابتا بسلامن سنيتن بمكببارن حد مدققافن اتنبر حيال كبرتن حفرتن هاجر نايمهنات عمام نتوصيتا ونتو زمسكره سنة حساب نزع بوليتيكا ومسمر عتيقيو تتحاحيزو أب حتصير عامتات تحت قرصي كوادد لعلا قرصي كهنتن نعلاماتاتنا بزقلقل منقدي تكالاو ملك حيزوخ معبلن بحافشا استرمسن تحت زيرو استنقطن قطبا إرترا خبرابر بوليتيكاون دبلوماسياون سراحات بقبوك السلاسل جميرو من رقاقات محبراو فتحي زحمراتو بوليتيكاو مسمرون متكبار كا أورا أبت محبراو أقل قلوتات تحريمو زنبرا كبابيتات بمتكوار محبراو فتحي بجروحو زي كوني بقبري ترقاقيتو إزي لوتن معبالن إزي نتي إنا رأي كعور إنا سمعي كتأمم زدلين تزي كوينو رؤين سموعنيو إذا تباتي حزولو درجة بمنصرتي زقوانا فنا ورارنا يقربيت كم أون بمنصرتي ننزع بوليتيكا ومسمرنا أواقع دقا سلزي اتنان سلزي تنبركخنان زقات أمنا تتعبؤون بدهوتاتون كرأن كرلو زستنكريو إذا استتقسع انكفاتات مالت قلوع ورارات قطباوي محنقتي استودبس نأمراو كينات فلسات من إسيات بستمهز حسوتن سلمن نيرتران مرحتان نايمسيتان وفري زحاتتنا واقا قلي لاي نبرن زخبركنن زخبركمن حجون كل زي بدهوتات زي تقنطيطو مالت ايكونن نخلتي فتان بدهوتات مكيتا بخلت أجارا دو كتب المخالة زي توحد اللهم تتابعتي اتني إرتران أي من تسألن مدخامن مسيت آنن زمتتاتهم زي قارز عيوغز أميو سلازخوني نحناون بوليتيكاون قحاتنا أبريخنا حدنتنا أدل ديلنا كم وترو كينو حاليفو زتنح نقحاتن تمرتن ونينا دلولنتنا نمختخن الرقاقز يقبعنا نحضر سواتنان قبل معاتن مكل خال حجرن تسأميدهم نزلوا جانونان أمونات كنا نركب نتمستير كل عوتنا زخونة حدنتنا أتريرنا نخل عين تسأبون عنكفاتن نقحات كنا مسئن نقطمو نرماسن داخن تحت حجروات حساسبا مسئن نقبرن سلزخونة حجون أبتزعوتنا الجباب بمصنع امرتنا بمحيال نخلو دلوات كنكون اللابو حدر بحت مسكرم حيال حفرتن بلصقتن إرترا بمهنات كنخبرينا زل عالم أو زخرن كبرن سماعتاتنا عوت نحفاش المحترمون والمحترمات سكان الرياض وضواحيها في مثل هذا اليوم وكالمعتاد وقبل 63 عاما أطلق الشهيد البطل حامد إدريس عواته الشرارة الأولى التي وضعت حجر الأساس لنضالنا التحرري من أجل حق تحرير المسير ونيل الحرية والاستقلال، معلنا بذلك خاتمة فصل من فصول النضال السياسي السلمي وبدءا مرحلة جديدة من مراحل كفاحنا المسلح الذي استمر لمدة 3 عقود مليئة بالتضحيات الجسام والمعجزات ومزيد من الصبر والمثابرة والصعاب، وكانت نتيجته المشرفة تحرير كامل تراب الوطن من براثن الاستعمار القاشم في 24 مايو 1991. إن الشعب الأريتري وانطلاقا من مبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة استبشر بالرصاصة الأولى الذي أطلقها البطل
حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر 1961، وبدءا بتوافد من شتى بقاع الأرض ومن مختلف الأطياف والقوميات، مستنفرا بكل ما أوتي من عدة وعتاد، آملا من أن تكون خاتمة المآسي والإبادة والدمار الذي تعرض له من قبل الاستعمار القاشم. وكان لهذا الإقبال الكبير والالتفاف الجماعي حول الثورة الأريترية ورجالها دور هام في تقوية عودها وعتادها وزيادة مكتسباتها المادية والمعنوية، مما جعل المستعمر يجن جنونه وببدء بتنفيذ أقصى أنواع العذاب والإبادة ضد الشعب الأريتري، والإبادة وإرهاق الآلاف من الأرواح والممتلكات، واستخدام سياسة الأراضي المحروقة حتى يرعب الشعب ويمنعه من دعمه ومساندة ثورته. ولكن باءت كل محاولات العدو بالفشل، وتضاعفت جهود الشعب في دعم ثورته وجيشه الشعبي. المحترمون والمحترمات، أيها الحضور الكريم، مرت تجربة كفاحنا المسلح بظروف قاسية بالأخطاء القيادية واتباع خط سياسي منحرف، مما جعلنا نتعرض لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وأضرار نفيسة كان من الممكن تفاديها. وقد تمخضت من رحم هذه المعاناة المريرة ولادة التنظيم الطليعي الجبهة الشعبية التي تحملت كل المصاعب لجلب الحرية والاستقلال، متمسكا بمبادئ قيمه وإخلاص وتفاني. إنه تنظيم الجبهة الشعبية الذي جعل باكورة شعاره التوعية والتنظيم والتسليح الجماهير، وكان بجمع الشعب في إطار واحد معتمدا على قاعدته وقيادته الرشيدة التي نتجت من وحدة الشعب ووضوح الخط السياسي والهدف النبيل شعاره الآخر. استطاع أن يتصدى لأقوى جيش في القارة السمراء وكبده خسائر فادحة، وأنهى بذلك سنوات الظلم والاضطهاد والاستعمار، وحقق للشعب الأريتري أمنياته وتطلعاته التي ظل يحلم بها ويتمناها لأزمنة عديدة، وتحققت بذلك المعجزة الكبرى لتحرير في 24 من مايو 91 المجيد. السادة مشاركي هذا الحفل الكريم المحترمون والمحترمات، شرعت الحكومة الأريترية في تنفيذ فصل آخر من فصول النضال بعد التحرير، وهو العمل الجاد على تحقيق العدالة الاجتماعية لمواطنيها والحفاظ على سيادة الوطن ووحدة أراضيه وإقامة علاقات حسن الجوار والتعاون المشترك مع محيطها الخارجي، وتبني رؤية ثاقبة واتباع خط سياسي مستقل بذاتها، وتأسيس بدءة تحتية وإنعاش الاقتصاد الوطني الذي دمره المستعمر، وذلك بالاعتماد على الذات رغم شح الإمكانيات والضغوطات التي تعرضت له من قبل المجتمع الدولي كافة. وعملت في التركيز على المناطق المحرومة من الخدمات الاجتماعية، وكانت النتائج ملحوظة والتطورات واضحة وضوح الشمس في رابعة السماء. وتمت هذه الإنجازات في ظل القذوات المتتالية التي تعرضت لها أريتريا من دول الجوار، والكثير من الضغوطات والعراقيل التي واجهتنا لأننا تمسكنا بخطنا السياسي المستقل، ولن نقبل بالمساومة بقرارنا ومبادئنا وقيمنا التي اخترناها لبناء مستقبل شعبنا
مستقبل شعبنا مما جعلهم يقومون بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية والعمل على الإفراق الوطن بتهجير الشباب وإجراء حملات دعائية بالتشويه والتضليل ضد وطننا إريتريا وقيادتها، وخلق أكاذيب وافتراءات وشيطنة إريتريا، والقيام بحروب نفسية وخنق وإضعاف الاقتصاد الوطني. المحترمون والمحترمات، حتى هذه اللحظة ما زالت التحديات قائمة وحتستمر، وإن حملاتهم من أجل عزل إريتريا وشيطنتها وإضعافها ما زالت مستمرة. ولذا يجب علينا أن نرفع من وعينا السياسي ونحافظ على وحدتنا ونتحرر من جميع الأفكار السلبية والرجعية، وتكون على استعداد تام من أجل التصدي لهذه الحملات الجائرة. وليشهد التاريخ لنا لنصر والأعداء النصر على الأعداء. سنوفي بوعدنا لذكرى الفاتح من سبتمبر وبناء وطن ينعم بالازدهار ويتمتع بالقوة والمهابة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. النصر للجماهير.